اول حاجه يعملها كابتن الخطيب بكره اقاله ريبيرو. اول حاجه ده، وهو دلوقتي على كده بيتقال كلام ان ريبيرو خلاص، شكرا شكرا شكرا. وطبعا كابتن الخطيب هيقول له شكرا تمام، وهيسلم المهمه ان شاء الله لمحمد يوسف وعماد النحاس. شفنا احنا عماد النحاس يا جماعه نقل البطوله ازاي السنه اللي فاتت، وخد البطوله بتاعت الدوري ازاي هو محمد يوسف. لا دولارات ولا حد يكلف النادي ولا اي حاجه. ما اعرفش ايه اللي بيعمله المدرب، انا مش عارف بصراحه. ما فيش 7 تقريبا مباريات، انا ما عديتهمش والله، بس تقريبا ما فزش غير على فاركو. تمام. ماشي، هيبقى ليه العذر شويه في بطوله العالم للانديه. تمام. بس ما فيش مش شايفين اي جديد. ازاي مدرب الاهلي النادي موفر لك كل اللعيبه دي والنجوم دي، ومن فوق من كل فج عميق جايب لك لعيبه ونجوم، وانت مش عارف تستغل الناس دي. ايوه لازم كله هيجيب على المدرب. مفيش. ما هو طب ما هو عماد النحاس اهو، بامام عاشور وبقفشه ووسام. تمام. هتقول لي ما هم موجودين، ماشي. ما هو كان برضو ربيعه موجود وهاني، وكان في برضو نص الناس دي موجود، وعمل برضو نتائج وخد الدوري. ايه اللي بيحصل ده يا جدعان؟ مفيش اي ضغط خالص من الاهلي، مفيش، قسما بالله العظيم مفيش. الاهلي المفروض يضغط في اخر دقائق. تمام. وبيلعب زي ما بيلعب، زي ما ذكرنا وكده، هون في الدقيقه 90 متسجله باسم الاهلي، برضه ما فيش لا ضغط ولا اي كوره ولا اي حاجه. ما فيش انسجام، كل في التوهان، كل لعيب بعيد عن الثاني، الخطوط بعيده عن بعضيها. مش الاهلي ده، مش الاهلي. انت خلاص حتى جالك احساس ان الفرقه مش رايحه الناحيه الثانيه خالص على مرمى بيراميدز. يعني شيء غريب غريب. المدرب انا مش عارف ايه ده بناء عليه اصلا. ده جيل الاهلي، انا مش عارف. مفيش اي خالص، لا خطط ولا حتى في مدرب تلاقي مثلا الحته الحماسيه بتعوض السنه الفنيه، او الراجل تقيل فني وبتاع، مش محتاج حماس وبتاع. احنا لا شايفين دي ولا شايفين ده، مفيش خالص. طب وكابتن الخطيب انا مش عارف صبر عليه ليه. ما ينفعش كده. انا بقول لك ان شاء الله بكره هتسمع اقاله ريبيرو دوت. اسمع اللي انا بقول لك عليه. خلاص ما يكملش يا جماعه. حتى لو مدرب وحش، هي بتبقى سبحان الله يعني، حتى في جميع المجالات بتبقى قرف. يعني المدرب حتى لو مش ماشيه معاه مع لعيبه الاهلي، مع فريق الاهلي، ما عملش اي حاجه او اي شيء يخليك ان انت معلش يا جماعه اصبروا عليه. ما فيش. طب انا اصبر عليه ليه؟ ما انا عندي عماد النحاس بره يا عم الحاج، وعندي محمد يوسف. قبل ما تبقى تشوف مدرب تاني وبسي في تمام محترم وكلام من ده. مش عارف بناء عليه انا اصلا المدرب ده جه بصراحه يعني. شيء غريب غريب. مفيش اي نتائج، مفيش اي فوز واحد. ماسك الفرقه سبع مباريات، فوز واحد على فاركو. تمام. وهو الزمالك كسب فاركو. ايه القصه يعني فاركو، ما هو فاركو ايه؟ ما خلينا ما نضحكش على بعضنا. الفرقه كلها يعتبر اتفرغت بتاعت فاركو، اللي راح الزمالك واللي راح مش عارف هنا واللي راح هنا. تمام. المدرب يا جدعان يعني ولا رايح في حته الحماسيه مع زي الراجل بتاع بيراميدز، ولا رايح مش عارف حتى الناس اللي فايلر والناس اللي وكولر والناس اللي كانت ماسكه الاهلي الفنيه. تمام. ولا موتسيماني. ما فيش شيء يذكر بصراحه. ايه ده. وبصراحه عايز اتكلم برضو على الجماهير بصراحه. مش عارف ايه بالروح، مش عارف بالدم ولا بالدم بالروح. الدوري مش هيروح. ايه ده؟ هي دي ثقافه الجماهير الجديده والشباب بتاعنا. دم ايه يا ابني وبتاع ايه؟ دي مباراه. وليكن يا عم الاهلي اتغلب، ايه المشكله؟ ده حتى قبل النتيجه كانت النتيجه 0-0. ومش عارف بالدم بالروح الدوري مش هيروح. ايه ده. انت بتحارب يا حبيبي. ايه الكلام اللي بيقولوه الجماهير ده؟ وبعد كده يجي يقول لك الدوله مش عارف بتمنعهم، الدوله مش عارف ايه. ايوه ما عندهم حق. والله العظيم هتافات اساسا غريبه بتاعت جماهير الاهلي. اكن بيراميدز ده جاي من كالالمبور ولا بتاع. احنا نقول الحق يا جماعه لو الواحد على رقبته، قسما بالله. ايه بنروح مش عارف ايه وبتاع. ده فرقه من مصر بيراميدز يا جماعه. ماشي يا عم الاهلي يكسب، ماشي يا عم ونشجع ونقول برافو وبتاع. تمام. بس ايه بتاعت الاهلي النهارده. الواحد يعني مش عارف يقول ايه بصراحه. من زمان
من قبل جيل ابو تريكه ومتعب، وقبل جيل يعني من 3 4 اجيال فاتوا. الواحد ما شافش الاهلي بالطريقه دي بصراحه، مش مصدق. مفيش اي ربط في الخطوط، مفيش في توهان كله، مفيش تجانس. ما اعرفش اللعيبه فيها ايه. الفرقه بتاعت بيراميدز لو انت رجعت شريط المباراه في الدقيقه، نقول اللي هو ال5 دقايق بتوع الاهلي اللي هو معروف، اللي هو الاهلي بتاع الدقيقه 90 والكلام ده. الايه استغفر الله العظيم جايه مقلوبه. بيراميدز هو اللي بيضغط الاهلي في نهايه الماتش. يعني اخر 5 دقايق الاهلي مغلوب 2، وبيراميدز بيضغط الاهلي. يعني شيء غريب بصراحه. الواحد ما شافوش يعني. مفيش اي ربط، مفيش اي جمله، مفيش يعني. الواحد عايز يشوف اللي هو الشغل اللي بيبقى قدام على الجون، واللعيبه زي ما بيقولوا عملت اللي عليها تمام، وتعذرهم ساعات. في فرق او الاهلي او تمام، الفرقه بتاعت الفرقه مثلا بتخسر، والجماهير بتشجع الفرقه بتاعتها اللي بتخسر، عشان قدوا مثلا مباراه رجوله، عملوا اللي عليهم تمام. مفيش خالص الاهلي، مفيش. يعني انا مستغرب يعني. والراجل يعني انا متوقع مثلا كابتن الخطيب هينزل بكره كده في التمرينه. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا ريبيرو، محمد يوسف استلم الفرقه انت وعماد النحاس. يا جماعه الفرقه بتاعت امام عاشور اللي نهت الدوري السنه اللي فاتت، وقفشه وسام والناس دي، يعني فاهمني. يعني كله قال لك السكواد اللي جاي الجديد هيبقى اغلى. حسن هيبقى اغلى من هيبقى اقوى مثلا من الفرقه الثانيه بتاعت الاهلي تمام. يعني انت مثلا السنه اللي فاتت انت جايب فرقه، جايب تريزيجيه وجايب زيزو وجايب تمام بالرمضان وكلام، كلها اسماء وارقام رهيبه. انا بطالب كابتن محمود الخطيب زي ما اللعيبه دي بتاخد مبالغ ضخمه تمام، برضو يبقى الغرامات ضخمه تمام. هو ده الصح تمام. قفشه وامام عاشور والناس دي كانوا قسما بالله ايه ده، الروح قتاليه، ورامي ربيعه. وانا كاتب بوست بقول هل الاهلي خسر عشان فقد العمود الفقري للفرقه؟ ما العمود الفقري ده اللي هو النص اللي جاي من الشناوي وانت ماشي كده في النص تمام. وحضراتكم قدنا 100 مره. يعني انا مثلا الشناوي ربيعه، خد مثلا معاك عاشور، وقدام مثلا وسام ابو علي. مفيش يا جدعان خالص. ايه ده الواحد يعني مثلا طب حتى الفرقه تبقى 2-1 مثلا، وحد يحط جون او حد بيلعب على الجون، مفيش. ايه ده قسما بالله من ايام مشير حنفي والناس دي، والفرقه اللي كان فيها خالد بيبو ومش عارف رضا شحاته وائل رياض. ومن ايام الجيل ده الواحد ما شافش. وكان في لعيب اسمه احمد حسن، فاكرينه؟ مش احمد حسن بتاع منتخب مصر تقريبا، كان من المحل حاجه زي كده.